طه الدسوقي الغرور راكبه ومسيطر عليه، بس المشكله ان هو بادئ معاه بدري قوي. طيب ليه انا بقول كده وايه اللي حصل بالظبط؟ تعالوا اقول لكم علشان بس الناس ما تتهمنيش ان انا بتجنى عليه. يلا بينا الحبايب. مساء الخير. من كام يوم نزلت الصوره دي وقلت عليها التلاتة، سواء كان احمد مالك او طه الدسوقي او عصام السقا، علاقتي بيهم طيبه، وفي ناس بيني وبينهم صداقه قويه ومعرفه بقالها سنين كتير قوي، الا ان فيهم واحد بدأ الغرور يمسكه وما قلتش اسمه. ناس كتير جدا علقت، وناس طبعا شتمت وقالت ايه شغل التلقيح ده، ما تقول صراحه والكلام، وناس قالت طه، وناس قالت مالك، وناس قالت عصام. فانا حبيت ان انا اطلع بس عشان اقول انا كنت اقصد مين. اقصد طه الدسوقي، الفنان اللي انا بحبه على المستوى الفني. وده ليه؟ لمواقف حصلت، في حاجات حصلت قدامي وفي حاجات تانية اتقالت. خلينا نقول اللي حصلت قدامي عشان بس انا ما بصدقش حد. الصورة ديت قبلها بحوالي ساعتين كنا احنا داخلين رايحين حفل لتكريم توزيع جوائز يعني، وطه المفروض هيتكرم. فيعني صدف ان انا داخل الحفله في نفس الوقت اللي طه داخل فيه. احنا على باب القاعه بره في الشارع يعني. فطبعا حوالين طه بقى 2 3 عارفين بقى من اللي هم ايه الحاشيه بقى، والناس اللي هو وسع يا جدع النجم، عارف انت الجو ده، او يعني مش كده يعني، بس يعني 2 3 كده ماشيين حواليه والجو ده تبعه يعني. ففي واحد قال له استاذ طه ممكن صوره؟ والله العظيم انا بحكي لكم الموقف بالظبط. فراح باصص له كده قال له لا، اصل انا داخل جوه كده كده هتصور جوه، وسابه ومشي. الشاب كان ماسك التليفون، هو شاب مش صغير بالمناسبه يعني كبير، يعني مثلا في اخر الثلاثينات كده، وراح منزله الارض كده وسكت. فواحد جنبه قال له معلش، قال للشاب ده معلش عادي. انا حسيت انا مش عايز بقى افور واقول كسرة قلب، ولكن حسيت باحباط او نظره حزن، او ليه كده، او ليه اتحرج الولد، اتحرج يعني ودخل جوه. انا ساعتها ما فهمتش انت ليه عملت كده، مع ان الصوره دي هتاخد ثانيه. طيب هل كان في زحمه؟ والله ابدا خالص، لان احنا كنا في قاعه، القاعه ديت حواليها سور، هو بقى جوه السور بس مش جوه القاعه، تمام. وكان حوالي مثلا 2 3 اللي واقفين بس يعني. هتاخد منك نص دقيقه. الشاب ده ممكن ما يشوفكش تاني طول عمره. ومش عايز بقى ادخل برضه في موضوع جبر الخاطر، لا انا اقصد بس يعني انت ايه المشكله لو كنت وقفت؟ انت كنت تتمنى من 4 5 سنين ان واحد يوقفك في الشارع يقول لك انا بشبع عليك، انت مين بقى؟ تظهر في التلفزيون تيجي تقول له انا اسمي طه. طب حصل وربنا كرم من وسع، ليه نعمل كده؟ المهم، هل ده نهايه المطاف؟ لا. في نفس الحفله والله العظيم انا بحكي مواقف، طه اتكرم ونزل وكان معاه نجوم على المسرح، تمام. ففي نجم تاني يوم صديق ليا مقرب فقال لي بقول لك انت تعرف طه الدسوقي؟ قلت له مش صاحبي يعني، احنا لسه كنا مع بعض. قال لي ما انا عارف. قلت له حتى احنا اتصورنا واتقابلنا وسلمنا على بعض في الكواليس يعني، وعلى فكره هو ما عملش معايا حاجه شخصيه. فقال لي هو الواد ده اتغر؟ النجم بيقول لي كده اقسم بالله. فقلت له يعني ايه يعني مش انت اللي تقول كده؟ المفروض الناس العاديه تقول كده. قال لي لا، ده سلم عليا سلام غريب قوي على المسرح، انا حسيته. فقلت له يمكن ما يقصدش، ده اللي حصل مني. فقال لي مش عارف، بس لو تعرفه قول له لا كده غلط وبدري قوي. انا مفيش بيني وبين طه الدسوقي كلام، انا لا ادعي ان هو صديقي، وممكن ما يكونش هو يعرفني قوي، تمام. ومش هعرف اقول له. فانا بس حبيت ان انا ابرأ 2 من الصوره اللي دي. حاجه الحاجه التانيه، يا طه بص، انت لسه بدري جدا، ومش دي المواقف بس، في يعني مقالات صحفيه اتكتبت عنك وعن تعاليك وعن تعاملك مع الجمهور ومع الصحفيين. ليه؟ طه عايز يتشهر ويبقى نجم، بس عادي جدا يمشي في الشارع ويروح المولات ومفيش حد يلمسه الا بمزاجه بالمناسبه يعني، ولا حد يعني يقرب منه ولا يسلم عليه ولا يتصور معاه. حبيبي دي باكج، دي ضريبه، دي عده شغل، دي قوانين لعبه.
انت راجل مشهور، مش هقول لك ان حياتك الخاصه مباحه خالص خالص، بس متوقع ان واحد يوقفك في الشارع يسلم عليك، ياخد معاك صوره، وممكن تلاقي حد غلس بيصور عليك، فانت تقول له معلش لو سمحت يعني. لو انت في الموقف مش حلو او انت معاك اهل بيتك، فانت تقول له لا ما ينفعش، وغلط طبعا. لكن في النهايه انت مش كل حاجه يعني تصرف معاك انت تعامله بشكل سيء. الجمهور ده يا طه هو اللي بيروح يشترك في المنصات اللي انت بتنزل عليها مسلسلاتك، هو اللي بيروح يشتري تذكرة السينما عشان يتفرج على الفيلم بتاعك. هو ده راس مالك، وراس المال ده ما ينفعش تفرط فيه، ولازم تعامله باحترام وبأخلاق اكتر، لان ده راس مالك، لو احترمته هيحترمك. وبص يا ابن الناس مش عليها كبير، ياما كان في ناس وصلت كده ويعني خلاص بتشرخ زيك كده لفوق، وللأسف صدت في خرسانة ونزلت تاني، وهي السبب في كده. أنا زي ما أنا قلت لك، أنا بعجب بأدائك جدا، أنت كممثل شاطر، وعملت حالة خاصة مسلسل، عملت حاجات كتير، مش أنا وسيكو سيكو عجبتني فيه حاجات كتير، اللي أغلبها العظمى الحاجات اللي بتفرج عليها جدا. ولكن انا مختلف معاك في تعاملك، ومش عدوك خالص اقسم بالله، ولا احمل ليك اي ضغينه خالص، ولكن كان لازم ان انا اقول ده على الملأ عشان انت تحسها، لان انا متاكد لو انا قابلتك فيه وقلت لك خلي بالك عادي، ما هي ما في ناس قالوا لك على فكره وانت ما لقاش راجل، بس يمكن كومنتات الناس على الفيديو ده ممكن تخليك شويه تحس انك انت بتعمل حاجه مش صح. شكرا جزيلا.